اتقال انك في نفس الانتخابات في 2010 سويت بطاقات لنفسك في بعض الصناديق. حصل. طبعا. في سويت معظم اللجان. في معظم اللجان. في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. ليه؟ الراجل بيقول لك تعالى املى الصناديق، هتقول له لا. يقول لك ايه؟ تعالى املى الصناديق يا عم. صباح الخير. قال لك الراجل ده قاعد على اللجنه. الراجل اللي على اللجنه يقول لك تعالى. صباح الخير. قال لك صباح الخير كده يا كابتن، مش تيجي تملى بطاقتين؟ فانا واخدها جد بقى يعني تعالى. فاخدت بطاقه، قال لي لا، فاداني 200 بطاقه، فاحنا داخلين 10. فكل واحد خد 200 بطاقه، وبعدين واحد ابن حلال تبعنا راح واخد البتاع كله تقريبا يعني. حطينا حوالي 5000 صوت في النتيجه، لان احنا واخدين في اللجنه دي 38 صوت. لا فهمني. احنا سويتوا 5000 بطاقه وحطيتوها بايديكم في الصناديق. بايدينا. بايديكم في اللجنه دي. طبعا. كانت لجنه ايه؟ طنطا الاعداديه، التجاره الثانويه، طنطا الثانويه الميكانيكيه. كل ده حصل. عمر بن الخطاب، في معظم اللجان. بلا استثناء يعني. عشان كده انت وبعدين لما طلعت النتيجه لقيت فجينا انت بتفرز، فبتبقى لجان، بتبقى الناس قاعده كده لجان، فبتبقى عارف مثلا عمر بن الخطاب احنا هنا كذا، دي طنطا الاعداديه عاملين كذا، السيده خديجه كده يعني. فجيت لقيت لجنه احنا حاطين فيها بايدينا 5000 صوت. لقينا واخدين فيها 38 صوت. تزوير على التزوير. تزوير على التزوير. احييك على الاعتراف ده. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني.